بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل كلامنا عن الاريز. دلوقتي لو انا عايز اغير نظام الاندكس ده، مش عايزه يبدأ من الصفر، ببساطة هاجي عند اول قيمة اللي هي الاندكس بتاعها صفر اللي هي ايجيبت. قبلها هنا اقوم كاتب واحد ويساوي و اكبر من بالشكل ده، واحد ويساوي اكبر من بالشكل ده، يعني زي سهم كده بيتجه للقمة. يبقى هنا هيبدأ من واحد. يبقى هنا عشان اطبع ايجيبت الاندكس بتاعها بقى واحد. نيجي نشوف هيطبع لنا هي نفس القيمة دي، نفس القيمة ايجيبت. طيب هنا بقى اما اجي اطبع ليبيا مش هقول له واحد، لا هقول له اتنين، لانه خلاص بدأ بالتسلسل من واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده بقت ليبيا. طيب كندا احنا كنا طابعينها ب ب اندكس رقم أربعة، لأ هيبقى خمسة. أربعة هتبقى يو اس اي اللي هي كانت بتلاتة، بالشكل ده. طيب من هنا بقى نعرف ازاي نغير الاندكسز بتاعت القيم في المصفوفة. هنعمل ايه؟ بنكتب هنا القيمة سواء كانت رقم او نص. يعني هنا ممكن اقول له مثلا يجي بالشكل ده تساوي كذا. يبقى عايز اطبع ايجيبت اقوم عامل له هنا يجي بالشكل ده، هيطبع لي ايجيبت، طبع لي ايجيبت. طب ليبيا مثلا اقول له مثلا ال اي اوكي، واعمل بالشكل ده بالشكل ده كده. لما اجي اقول له ال اي هيطبع لي ليبيا. جميل. تونسيا مثلا اقول له مثلا، ممكن اقول تونسيا هنا رقم، اقول له مثلا رقم 10. براحتي بقى انا، براحتي اللي انا عايزه. هنا ممكن اقول له مثلا يو اس بس بالشكل ده. ممكن هنا اقول له 15 بالشكل ده. عايز اطبع كندا اقوم قايل له هنا 15. ملاحظين لما كان نص حطيته ما بين أقواس، علامات تنصيص فردية. هنا الرقم هحطه بالشكل ده هيطبع لي كندا. طيب عايز اطبع اليو اس هقوم حاطط قواس بالشكل ده، اكتب له يو اس هيطبع لي يو اس اي. اوكي. طيب تونس رقم 10، حط 10 على تونسيا. طيب ليبيا ال اي يطبع لي ليبيا. ايجيبت بقى يجي بالشكل ده هيطبع لي ايجيبت. احنا كده عرفنا ازاي نغير في الاندكسز بتاعت الاري.